من أكتر الحاجات اللي أثارت انتباهي الفترة اللي فاتت لما سمعت عن مجتمعات المدمنين. فمن ضمن الحاجات المهمة للتعافي إن يكون ليك قوة عظمى بتؤمن بيها. قصاد دوت اكتشفت إنه في ناس كتير ملهاش قوة عظمى، ملهاش حد كبير، ملهاش حد ترجع له، ملهاش حد تؤمن بيه. هي مطلوقة ما بينها وما بين نفسها ومتخيلة إنه هي كده تمام. خلاص أوكي، إن كنت تؤمن تمام، أنت حر. بس بتضايق جدا لما ألاقي ناس بتفرض عليك إنه ما يكونش ليك قوة زي ما هم ملهمش قوة، وكأن إحساسهم إن هم ما يبقوش لوحدهم ده الإحساس الأمان اللي ليهم. زيهم زي ناس كتيرة جدا، علشان ما يحسوش إن هم لوحدهم عايزين يحولوك زيهم بالظبط، زيهم في كل حاجة بقى. سواء كنت مش مدمن عايزينك تبقى مدمن، سواء ما كنتش شخص سوي نفسيا مش عايزينك تبقى سوي نفسيا، سواء كنت شخص حلو هم عايزينك وحش ليه علشان تبقى شبههم. مهم جدا ان يبقى ليك جواك اخلاقيات وقوة بترجع لها. ليه؟ علشان ما تنجرفش مع التيار وبعدين تفاجئ ان انت بلا هوية، بلا اخلاقيات، رايح مع الرايحين وراجع مع الراجعين. علشان تقدر تحمي نفسك من دوت حاول تحط ليك قيم ترجع لها، علشان ده هيفرق جدا في نفسيتك. سلام، اشوفكم المرة اللي جاية.